مساء الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل راكم لاباس. عبالي طولت عليكم، عندي شحال ما حطيت لكمش فيديو، الله غالب. وسمحوا لي على الصوت ديالي، راني مريضه. بصح حبيت نحط لكم فيديو اليوم نحكي لكم على الصابلي. الصابلي فيه ولا كاين قاعده عامه تقول بلي كميه المارغرين نديروا لها نصفها سكر كلاص وضعفها فارينه. بالنسبة لكمية البيض عندنا حبة بيض وصفار بيضاء في 250 غرام مارغرين. بالنسبة للخمارة واللي هي لا ليفور شيميك، في 250 غرام مارغرين عندنا نصف باكي، وعندنا في 500 غرام مارغرين عندنا باكي واحد تاع خمارة. هذيك قاعدة عامة نقدروا نخدموا بها، نقدروا نبدلوا فيها شوية. الوغ معناتها واش معناتها؟ عندنا 250 غرام مارغرين، عندنا 125 غرام سكر رطب، عندنا حبة بيض زائد صفر بيضة، قرصة ملح زائد لافاني، وعندنا 500 غرام فارينة ونصف باكي خمارة. بالنسبة للفارينة البنات خذوا بالكم باللي تقدروا تحوا فارينة تشرب وفارينة ما تشربش، الوغ حطوه بشوية حتى تعرفوا اسكو الفارينة تاعكم تدي 500 غرام ولا لا. بالنسبة للزيت والمايزينا فيها اختلاف شوية، كاين اللي يتقبل الفكرة تاع اللي يضيف الزيت والفارينة الزيت والمايزينا، وكاين اللي ما تقبلش، كاين بين معارض ومؤيد. حبيتي تخدمي بهم ديريهم، حبيتي تديريهم ديريهمش، تبقى مسألة ذوق. عندنا الزيت في 250 غرام مارغرين نحطو نصف كاس تاع الزيت، وبالنسبه للمايزينا نفسها في 250 غرام تاع مارغرين نحطو نصف كاس تاع مايزينا. انا بالنسبه ليا نخدم بصابلي ولا وصفه صابلي الكيله. صابلي الكيله اللي كنت حضرت لكم عليها قبل فيها كيلو مارغرين، كيلو سكر رطب، كيلو مايزينا، نصف كيلو تاع الزيت. هم يديروا كيلو تاع زيت، انا نقصت درت نص كيلو من 3. هذه مؤيد بنتي هي اللي توريكم، قالت لي ماما خليني نوري لهم. عندنا من 3 حبات الى 4 حبات بيض حسب حجم البيضه، وعندنا قرصه ملح لافاني، وحده خماره، انا ندير وحده خميره نواره، وعندنا الفارينه حسب الحاجه. عندنا نهضر لكم بالنسبه للاضافات. هذه البنات هذه اعتبروها كوم اون باز، وحطيت لكم ديجا هذه الوصفه وقلت لكم اعتبروها كوم اون باز باش نخرجوا منها عده اذواق تاع عده انواع تاع غاطو. كيفاش نخرجوا عده انواع تاع غاطو؟ نبدلوا في النكهات ونبدلوا في الاذواق ونبدلوا في الشكل. ولا غاطو ولا نوع تاع غاطو راح يخرج يشبه الاخر، كل غاطو عنده ذوق. مادام بدلنا في النكهات والاذواق راح يخرج كل نوع يخرج ذوق تاعو وحده. الاضافات واش عندنا البنات؟ الاضافات عندنا الله يبارك بحر واسع من الاضافات. عندنا المكسرات بانواعها، جوز، لوز، بندق، بيستاش، كيما حبيتي، وكل واحد ومقدوره. عندنا كاوكاو محمص ومرحي نستعملوه يكون محمص مليح ومرحي رقيق نستعملوه في لاباط. عندنا جلجلان يكون كي نستعملوه في لاباط نحمصوه باش يعطينا بنه مليحه. الا كنا راح نستعملوه من الفوق نخلوه ما نحمصوش باسكو راح يطيب في الفرن. الجلجلان نفس النوات كوكو نفس الشيء نحمصوه. الا حنديروه في لاباط، الا حنديروه من الفوق نستعملوه ماشي محمص. عندنا هذه بنتي راهي تشارك معايا. عندنا الكاكاو، عندنا حلوة الترك، عندنا نيسكافي، عندنا الطوفيا، عندنا الشوكولا تارتيني، عندنا شوكولا هذيك تاع الغبره اللي نستعملوها في الحليب للدراري صغار نوفا، ولا عندنا عده لي مارك. عندنا بسكوي مرحي، عندنا لي زاغوم تاني الله يبارك، عندنا البندق، كراميل، فريز، شوكولا، الاذواق اللي حبيتوهم البنات. عندنا تاني فلو اللي هو بعدة أذواق كيما قارص، فاني، فريز، بيستاش، كراميل. احنا واش حبينا؟ عندنا البخاليني تاني، البندق، لوز. نتوما واش حبيتو؟ كل نوع تاع قطو عنده الأذواق تاعو. الوغ كنت قلتها لكم من قبل ونعاودها وما نبدلش هدرتي. لا باز وحده، لو كان تروحوا تشوفوا كامل انواع تاع لي غاطو اللي راهم يحطوا فيهم تلقايهم نفس لا باز اللي هي صابلي، برك نبدلوا في الشكل، نبدلوا في الاذواق، نبدلوا في النكهات. برك مادام بدلنا في الاذواق والنكهات راح يخرج نوع تاع غاطو واحد اخر، ولا غاطو راح يشبه في الذوق الغاطو الاخر. ملاحظه صغيره بك بالنسبه للاليفير شيميك، ما تحطوهاش في لافانين في النهايه. علاش؟ باش ما يديفورماش الشكل تاع الغاطو تاعنا تاع الصابلي تاعنا.
سورتو صابلي المعجون باش يخرجوا لنا كامل نصف الحجم، ماشي واحد كبير واحد صغير، واحده خشينه واحده رقيقه واحده معوجه هكا وحده. نديروها في الاول مع كي نحطوا لا مارغرين، سكر كلاص، البيض، الزيت، المايزينا، نحطوا لا ليفور تاعنا والقرصه تاع الملح والافاني، ونطلعوها بالباتر عفوا، تطلع كومين بوماد، ومن بعد نضيفوا الفارينه. هذه هي الملاحظه اللي قلت لكم باش ما يديفورماش الشكل تاعها. بالنسبه للخدمه البنات، كي تكوني تخدمي اطبعي كامل الكاطو تاعك، سواء كنتي في العيد كماكيته في البيت تخدمي لدارك، على بالي بلي في رمضان نكونوا كامل مدوخين ومع الماعن مع الفطور مع الدراري مع الدار، تتلفلك. الوغ واش ديري نتيا؟ تخدمي كامل، تطبعي الكاطو تاعك، ديريه في سنيوات. الا كان عندك فور كبير راح يعاونك تخدمي بكونتيتي كبيره، الفور تاني يعاون في الخدمه البنات. تطبعي كامل الكاطو تاعك، تحطيه في سنيوات، ديريه في الفريجيدار، تغطيه بان ساشي، ديريه في الفريجيدار. من بعد كي تكوني تبداي باش طيب، تبداي غير تجبدي من الفريجيدار، تحطي السنيوات تاعك في الفور يطيبوا عادي. تاني بالنسبه لي يخدموا لي كوموند للناس، تساعدك انتي بزاف باسكو عندك كونتيتي كبيره راكي تخدمي فيها. ما تبدايش كي شغل تقسمي روحك وتتلفلك الخدمه وتتقلقي وتكون عندك لا بريسيون راكي تطبعي وراكي. هذه بنتي راهي تشارك معايا هذه بنتي راهي تشارك، تكوني تطبعي وراكي تعجني في لاباط وكي تطبعي وراكي طيبي وراكي تنحي من الفور اكسيتيرا، تكثر عليك الخدمه وتكثر عليك لا بريسيون. الوغ اطبعي كامل لاباط ديالك، طبعي كامل الكاطو تاعك، حطيه في سنيوات، غطيه بصاشي، ديريه في الفريجيدار، من بعد تبداي تجبدي وطيبيه عادي، تما تحطي روحك غير للطياب. هذه ملاحظه صغيره برك انا نخدم هكا. كي يكون عندك تاني هيدا صابلي تاع المعجون يكون فيه ثقب وجهه لالا، طبعي سنيوه زوج يكون فيه الثقب، وسنيوه زوج يكون سامبل ما فيهش، باش ما يتلفلكش الحساب. هذه هي ان شاء الله نكون وكفيت لكم على الصابلي اليوم. ويبقى الذوق هو المهم، يبقى الشكل تاني هو المهم، النقاء تاني هو المهم، كيفاش نقدموا لا كوموند تاعنا للناس تاني حاجه مهمه بزاف. ان شاء الله نكون فتكم واستفدتوا من المعلومات اللي راني اعطيتها لكم اليوم. اللي حبت دير كوموند بيان سور مرحبا بها، تعيط لي في الرقم اللي حطيت الفوق 05 42 87 64 65، دير لا كوموند تاعها. ان شاء الله نستقبل لي كوموند تاعكم كامل، مرحبا بكم. وستناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. نهضروا على حاجه واحده اخرى من غير الصابلي، ممكن نهضروا على لاباط التقليديه اللي نخدموا بها الحلويات التقليديه، ولا نهضروا على لاباط ماجيك، ولا نهضروا على حاجه واحده اخرى. المهم نتمنى نفيدكم كامل. اللي عندها كاش سؤال كاش استفسار تحطوه لي في لي كومونتير كامل، ما تنساونيش في لي كومونتير في لي جيم تاعكم، وبارطاجيو باش كامل تستفادوا. استناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.